اعتقد من منظر الشانل انت عارف ان دي اول مره اعمل حاجه زي كده، بس انت برضو عارف ان لما باجي اعمل حاجه بعملها ظبط الظبط. والنهارده جاي نتكلم عن المايك الوايرلس فاين ام 9، ودوت صراحه جاي لي مجانا بالكامل من فاين. بس الفكره ان انا لما قالوا لي هنعمل الفيديو قلت لهم انا ما بحبش ان انا اطبل اقول رايي الصريح، فقبل ما تبعتوها يفضل القطعه تكون حلوه. واتفاقي مع الشركه كان هم مش هيراجعوا الفيديو قبل ما ينزل ولا هيبعتوا لي سكريبت، هيبقى حرفيا رايي المطلق في المنتج ده. وهبدا معاك من ازاي جبته بالجمارك بكل الكلام ده كله. اللي انت بتشوف الفيديو ده متاخر بقى اوريدي متوفر في مصر يعني. باي ذا واي في ايكو مش طبيعي في الاوضه، فالمفروض ان الصوت يكون بايظ. انا مش عارف الصراحه المايك ده بيهندله ازاي. فتعالى ما نطولش على بعض اوريك الانبوكسنج ونكمل على طول. طبعا هيجي واحد يقول لي ويب، هو انت ليه اصلا ما عملتش انبوكسنج قدامنا مثلا او حاجه؟ انا صراحه اول ما المايك جالي كان نفسي افتحه انستنتلي، فما انتظرتش ثانيه واحده. صورت الحاجات ديت قبل ما افتحه، زي ما انت شايف قاعد بالبيجامه، مفيش جوه العلبه بس غير ورقه الشرح والكرتونه. مش عايزين كرتونه طبعا دلوقتي، دي ورقه الشرح. خلينا بس نبص عليها الاول لان اساسيه جدا للناس اللي زيك اللي ما بيعرفوش يقروا او يكتبوا، فبتبص على الصور عشان تعرف ازاي تعمل الكلام ده. بس احنا مش محتاجينها طبعا، انا بروفيشنال. فنخش على طول على العلبة. الجميل هنا ان هم جايبين لك العلبة حافظة للتشارجنج كيس نفسها، مش دايما بتشوف حاجة زي كده بتبقى موجودة دايما مع المنتجات، فدي حركة جميلة جدا من فاين. وكمان التغليف بتاعهم الصراحة جميل، كل حاجة محطوطة في مكانها ومعمول لها كيس او ملفوف فيها الستريب بتاعها. طبعا دوت الشاحن المين بتاع التشارجنج كيس، هو عبارة عن يو اس بي سي ويو اس بي اي او اليو اس بي القديم بتاعنا العادي، ودوت فقط للشحن مش بتنقل من عليه اي داتا. كل اللي انت هتبقى محتاجه موجود اوريدي في الشنطه دي. تعال بقى نفتح نشوف ايه السلوك اللي جايه مع الفاين ام 9. والكيبلز موجوده معانا، كيبل كاميرا، كيبل ل 3.5 ل 3.5 و 3.5 ل يو اس بي سي. طبعا لو انت ايفون قديم زي هتضطر انك تجيب قطعه ال 3.5 لللايتنينج. وده هنا التشارجنج كيس زي ما انت شايف، صراحه ماجنتيك و سهل جدا انك تحط الحاجه فيها وتستيك على طول. يعني بيبقى عندي شويه مشاكل كده في تشارجنج كيسز لما تحس انك حاطط الحاجه غلط، بس هنا ادجاست فيت بشكل بيرفكت، ومش لازم يبقى فيه يمين وشمال، دي ممكن تتحط مكان دي ودي تتحط مكان دي عادي جدا. والجميل في المشبك دوت ان استخداماته كتيره جدا، حتى لو انت مثلا عايز تركبه فوق كاميرا بروفيشنال تقدر تسلايده مكان الفلاش. التشارجنج كيس كبيره والشحن بتاعها الصراحه قوي جدا وسوليد، وتقدر تستحمل يعني اعتقد وعاء ولا اتنين. ساعات بنسى انا بعمل انبوكسنج ان المنتج دوت ب $70 بس صراحة، مقارنة بالمايكات التانية اللي بتبدأ اصلا من $400. ده شيء عظيم. وبكده يعني تجربة الانبوكسنج الصراحة اديها 10/10، ممكن 9/10 عشان مفيش البابلز اللي بفرقعها. سو 9/10. بس قبل ما نند، دي كانت تجربتي الاولى اول ما شفت الويند سكرين متركب على المايك. يقولوا it is so cute, it is so cute يا لهوي يا لهوي يا لهوي. دايما الواحد بيبقى عايز يسجل بيس اوف كونتنت مثلا ولا حاجه، بيضطر انه يفضل ماسك موبايل دايما. ليه؟ لان فرق الصوت بيبقى واضح. يا اما مثلا هيضطر يوصل سلك سماعه ويفضل ماسك السماعه كده وهيبقى منظره هالك من الضحك. انما زي ما انت شايف دلوقتي عامل هوك بس بسيط في التيشيرت او في الجاكيت وقاعد بتكلم معاك، حتى لو اتحركت يمين او اتحركت شمال مفيش مشكله. والعربيه شغاله وفي عربيات رايحه راجعه حواليا دلوقتي، المفروض ان انت تكون سامع صوت الموتور وما الى ذلك. بس زي ما انت شايف الصوت هادي سيمبل. شايف الشمس حرق عينيك وشويه احط ده يا عم، يلا يا عم. طبعا انا المفروض ان انا انزل مكان بقى واسع واصور لك مكان بعيد ويبقى معايا ترايبود والكلام ده كله عشان اوريك فرق الصوت، عشان تعرف ان المسافه بعيده جدا ويقدر يسجل ده كله. بس مش ده اللي هعمله. كلام زي ده حرفيا ممكن تشوفه من على النت وهيظهر لك 200 الف فيديو عن الموضوع. بس اللي هعمله لك اللي محدش عمله اونلاين هو فكره انك تجرب هل البلوتوث بتاع الصوت هيفضل كونكتد حتى لو كان في حيطان كتيره ما بينك وما بين الريسيفر. وده بالظبط اللي انا جربته في فيديو عشان اعرف بنفسي اذا كان هيشتغل ولا لا. وصدقني المسافه بعيده جدا وفي فرق 3 حيطان. مش عايز احرق عليك، اتفرج على الفيديو ده. طيب بصوا يا ولاد، دي تجربة أولية في سماع الصوت من المايك بتاع فاين، ودي صراحة أنا بجربها لنفسي حتى مش بجربها للفيديو. I'm not sure إذا كان الفيديو ده هيطلع لكم على اليوتيوب ولا لأ، فتعال نجرب. اللي هيحصل كالتالي إن أنا أشوف المدى اللي يقدر يصوره الجهاز دوت من بعيد. اعذروني عن طريقة لبسي، ولكن أنا هبدأ أتكلم من هنا، هبدأ أبعد بعيد إطلاقا عن الجهاز وهبدأ أتكلم معاكم بصوت واطي. عايزين نوصل برضه إحساس أكيد الإقامة. طبعا هنتكلم في الأوضة التانية. اتفضل معايا في الصالون يا فندم، أنت تفضل هنا ككاميرا بس، اتفضل معايا في الصالون. يتم الآن التحدث معكم من باب الأوضة.
انا لحد دلوقتي ما بقتش شايف الكمبيوتر، فما بقتش عارف اذا كنتوا سامعيني ولا لا، بس هتجه لاخر الصاله which اللي هو يبعد تقريبا بعد 4 متر لو بشكل مستقيم وفي حيطان. هبدا اتجه ناحيه باب الشقه، وده ساعتها هيبقى مستحيل ان هو يلقط شبكه من هناك. لو لقط شبكه يبقى ده مش بلوتوث، ده اكيد يعني ساتلايت. انا دلوقتي عند اول باب الشقه واللي هو حتى ما يوصلوش الواي فاي، ودخلنا تاني الاوضه ورجعنا لكم مره تانيه. لو سجل عند باب الشقه انا مش عارف ايه اللي ممكن يكون حصل بجد. لو سجل عند باب الشقه في مصيبه، ده اكيد يعني طبق طائر ولا اعتقد الفكره وصلت لك. طبعا المايك بقى مزود بكذا حاجه بيبقى موجوده في واو نرجع تاني. طبعا المايك بيبقى فيه زراير، بس الحمد لله مش زراير كتيره بحيث انك ما تدوس عليها من غير ما تقصد او تعمل لها تيرن اون اوف. هي كليكابل، بس كليكابل ناشفه شويه بحيث ان انت تلبس المايك ولا حاجه من غير ما تقصد تروح داس على زرار من غير ما تقصد فيبوظ لك السيشن كله بتاع التصوير. وكمان زيها زي الريسيفر موجود الحته الجميله ديت اللي تقدر تركبها على الكاميرا من فوق لو انت عندك كاميرا مثلا دي اس ال ار او ميرورلس او وات ايفر نوع الكاميرا اللي عندك. سهل جدا انك تماونت دوت فوقيها وتوصل السلوك بتاعتها. هتشوف هنا طبعا اليو اس بي سي، هتفتكر ان ده الشاحن بتاعها، لا الشاحن بتاعها موجود عادي، موجوده علبه بالشكل ده زي ما انت شايف وتبقى ماجنتيك. كل اللي انت بتعمله انك بتسلايد هنا وهو اوتوماتيكلي بيلاند، والماتيريال صراحه قويه. وهتلاقي الانديكيتور فجاه بدا يقلب اخضر، مش عارف شايفينه لا، زي ما انت شايف كده بيبدا يقلب اخضر، وكل الكلام ده بيبقى موجود هنا. والكواليتي بتاعتها كمان بريميوم، وتحس انها هاي كواليتي كبير، يعني حاجه مستغرب السعر. يعني ازاي حاجه زي كده تبقى ب $70 بس في حين الكومبيتيتورز بتوعهم بيتكلموا في $400؟ يعني انا عايز اقول لك دي انا جايبها ب 70 ودافع عليها 10 جمارك، حاجه مش طبيعيه. وكمان وصلنا للنقطه ديت، تعال اشرح لك انا جبتها ازاي. انا طلبتها عادي جدا من على علي اكسبريس بدون تدخل الشركه، ما كانتش مبعوتها لي سبيشال عشان انا مثلا كونتنت كريتور، فانا طلبتها عادي جدا وبعد كده شركه فاين بعتت لي الفلوس اللي انا طلبت بيها. ولكن تيجي هنا النقطه اللي كنت مرعوب منها الا وهي الجمارك. كان في حبيبي برضو وور بيست هو اللي ساعدني وطمني على الموضوع دوت لما كان جايب المنتج دوت برضو بنفس الطريقه، وكان قلقان من الجمارك. فعلا الجمارك ما بيني وما بينه كانت هي بالظبط زي ما هو دفع $10 انا دفعت $10، وبيجي الموظف بتاع البريد المصري لحد باب بيتك ويديها لك وتدفع له فلوس. فبالنسبه للتوتال الاماونت اللي انا دفعتها كانت 3500 جنيه مصري، ضيف عليهم كمان 500 يبقى انا كده دفعت 4000 كاملين عشان اجيب المنتج ده. وده طبعا بتاريخ ما انا بعمل الفيديو اللي هو المفروض قدامك. وصدقني انت مش عارف انا قد ايه مبسوط ان المنتج بجد طلع تحفه. فشكرا فاين على سبونسر فيديو النهارده. اتمنى يكون المنتج عجبكم، وبرده ما تنساش تبص تحت في الديسكربشن لو عايزني اسيب لك اللينكات. اتمنى اول منتج اكون عملت له انبوكسنج وريفيو يكون لذيذ، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. سلام. يا اخي شوف النضاره والله العظيم. عارف الجميل في الموضوع ايه؟ انك ممكن تبعد كده تمام، تاخد برويلا تروح مطلع الكتانه